اوعى تزرع بذور الكزبره بالطريقه دي، مش احسن حاجه. تعالوا نشوف هنزرعها ازاي. اول حاجه هنجيب بذور الكزبره ونطلعها من الكيس، وهنبدا نكسرها باي عصايه زي كده. بعد ما قسمنا البذور الاتنين هتجيب كوبايه وتاخد البذور وتحطها في الكوبايه، وبقت معانا بالشكل ده، وهتحط فيها ميه، ده هيخليها تنبت اسرع، وهتسيبها 24 ساعه. بعد ما عدى يوم هناخد البذور وهنحطهم على شويه بيتموس ونقلبهم كويس. بعد ما قلبناهم كويس هيبقوا معانا بالشكل ده، هناخدهم عشان نزرعها. هنخربش التربه بتاعتنا كويس جدا. بعد ما خربشنا التربه تعالوا يلا نزرع البذور. هنبدا نوزع البذور بالتساوي على سطح التربه. بعد ما خلصنا هنبدا نقلبهم كويس، وهنديهم رشه بالبخاخه عشان ما نحركش البذور. بعد ما خلصنا هنسيبها وهرجع لكم بعد ما تنبت. بعد اسبوع بدات انها تنبت، ودي شكلها بعد 13 يوم، وهنبدا اننا نخفها شويه علشان ما يتنفسوش على الغذاء. ودي شكلها بعد 20 يوم، كبرت جدا ما شاء الله بجد. وهنبدا اننا نخفها تاني عشان يكبروا اكتر، واكيد اللي خفيناه مش هنرميه لان طعمها بيكون اقوى واحسن من الكبير. بعد شهر بنبدا اننا نحصدها، ودي شكل الكزبره اللي زرعناها مع بعض في البيت، وكل ما اقص منها بتطلع تاني. حرفيا ما احتجتش ان انا اشتري كزبره تاني، كل ما اطلع احصد منها. تقدر تلاقي البيتموس وبذور الخضر والزينه والمعدات الزراعيه من متجر علوم الزراعه.